اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسد الدين عن المدينين. اللهم ارزق كل مشتاق للذرية الصالحة عاجلا وليس آجل. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وفي أحسن حال. وحشوني من الفيديو اللي فات. حابة أشكر حبايبي اللي دخلوا عندي جديد ونوروني وشرفوني في القناة. كلكم على راسي من فوق، ربنا يعزكم. وبشكر كل حبايبي اللي عندي على القناة. ربنا كده يسعدكم وييسر لكم كل أمر عسير يا رب العالمين. ربنا يفرح قلوبنا جميعا كده يا رب ان شاء الله بنجاح اولادنا جميعا، اولادنا واولادكم واولاد المسلمين جميعا يا رب العالمين. ربنا كده يهدي اولادنا للمذاكرة وينجحهم ويجعلهم دايما من المتفوقين يا رب العالمين. ربنا يهديهم ويصلح حالهم بقى. اليومين دولت يومين امتحانات، ربنا معاهم كده، وان شاء الله يا رب كده يجعلنا اللي احنا نوفر لهم الجو الهادي بتاع المذاكرة، وربنا يهديهم، ربنا يصلح لهم حالهم جميعا يا رب العالمين. الفرحة المنتظرة بقى النهاردة، انا نجيت السرير زي ما قلت لكم. كانت عندي المرتبة الكبيرة وما جاتش على قد السرير، فنجدت بقى وزودت كمان على المرتبة، وزودت وعملت مخدة زيادة كده زي ما انتوا شايفين. هما المفروض سريرين، انا عملت مخدة زيادة علشان هعمل السرير اللي كان عندي هنصبه برضو، وهتشوفوا دلوقتي في الفيديو. بس تابعوني للاخر وما تجروش الفيديو. واللايك كده يا جماعة، عشان انتوا عارفين اللايك بيرفع من قيمة الفيديو، بيخلي اكبر عدد من المشاهدين بيشاهدوا الفيديو طبعا. وانتوا عارفين ان القناة بقالها كتير، انا يعني مريت بمراحل كتير الفترة اللي فاتت ديت، تعب واشعة وتحاليل وحاجات من دي، فالقناة وقفت خالص. بالله عليكم اللي يدخل عندي جديد يعمل لي اشتراك ويعمل لي لايك علشان يرفع من قيمة الفيديو. الفيديوهات دي بصراحة الفترة اللي فاتت ديت كانت واقعة كلها. الحمد لله، هو نصيب وقدر من عند ربنا. الحمد لله الحمد لله، وانا مش هيأس ابدا، وان شاء الله ان شاء الله ربنا كده يسهلها والقناة كده ترتفع ويكون عدد المشاهدات ان شاء الله كتير ان شاء الله. انا املي في ربنا كبير. فبقول لكم المخدة ديت كانت عندي من الاول، دي ما نجدتهاش، قلت ايه مش هنجدها، وسبتها على جنب، وعملت ايه التلاتة اللي انتوا شفتوهم دولت. فانا هنقل بقى النظام كله. بصوا، خرجت الكنبة اللي كانت جوه ديت، لاني هنقل النظام كله بصراحة، وهستغل السرير ده. ابني مهند كان بيساعدني، ربنا يبارك له كده يا رب ويصلح له حاله في الامتحانات، اللهم امين يا رب العالمين. هو بصراحة اللي بيشيل ويحط معايا، لان انا ما ينفعش ابدا اشيل اي حاجة على دراعي علشان ما يورمش. فبقول لكم هنا بصوا المراتب اهيت، بصوا من الجناب عاملة ازاي. هل يعني حابة اخد رأيكم، هل انا غلطت في اخد المقاسات ماشي، ولا لسه المراتب هتريح وتاخد وضع السرير؟ يعني فاضل لها حوالي كده ايه 5 سنتي، يعني 2.5 من هنا و2.5 من هنا. بتهيألي المراتب بعد كده هي عالية دلوقتي، بعد كده هتنزل شوية هتيجي على مقاس السرير بالظبط. يعني بصوا هي الحتة الصغيرة ديت بس، يعني هي اللي ايه، بصوا حتى هي عالية. انا حاسه ان هي هتهبط بعد كده. ولادي عمالين يقولوا لي ده انتي خدتي المقاسات غلط، شككوني في ناسي. قلت لهم لا والله ما هي غلط ولا حاجه، ان شاء الله ديت بس المراتب مش هتبقى كده. المراتب يعني هي عاليه دلوقتي وهتهبط بعد كده، هتفرش. وهو بيكلمني المنجد على اساس اللي هو ايه كنت بشتري من عنده القماش اللي جوه، يعني اللي هو البفتة اللي هو الدمور. المراتب بتتعمل بقماش دمور من جوه. فبقول له انت ليه خدت يعني هو خد 15 خد 14 متر على كل مرتبة. السرير ده متر على كل مرتبة 7 متر. فبقول له ليه ده كله؟ ده كتير قوي يعني. قام قال لي لا، ما احنا بنعمل حساب المرتبة بتبقى عالية، وكمان المتر الدمور بيبقى العرض عرض واحد، مش عرضين، يعني بيبقى كنز.
تمام. فالمرتبة ديت للي عايز، يعني المرتبة اللي هي المتر بتاخد 7 متر ضمور. تمام. فكده فرشت، وبيقولوا لي برضو المراتب لما تهبط هتاخد يعني هتملى الفراغ دوت ولا لا، علشان ااكد لعيالي. بس انا حاسه اللي هي لما تهبط دوت يعني معلوماتي، عشان هي مش هتفضل بالعلو دوت. والمراتب دي المخدات ديت بقى خلاص انا هاخدها استخدمها على السراير، لان الكنب دوت هيخرج بره. انا هخرج الكنبه ديت كمان بره، هتعمل يعني هعملها قاعده بسيطه كده. لان بصوا فرشت السرير اهوت، استغليت علشان المرتبه ما تتبهدلش وما تتبهدلش في الارض. استغليت وانا عندي سرير ليه ما فرشهوش. وحبيبتي متابعتي وحبيبتي واختي قالت لي الفكره ديت، اللي انتي تفرشي السرير في الصاله علشان ايه محمود او اي حد ينام عليه. تمام كده. انا سعيده جدا. بصوا منظر البيت كله اتغير ازاي يا جماعه. يعني الواحد لما بيهتم وبيشتغل وبيعمل، يعني بصوا يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بعد ما كانوا بيناموا على الارض مش هيناموا على الارض تاني. الحمد لله، احمدك واشكر فضلك يا رب حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. المرتبة جميلة على السرير والشكل كده، يعني ايه يعني انا مبسوطة بالشكل دوت. وانتوا قولوا لي برضو ايه الشكل جميل ولا لا. وبعدين هيبقى ايه مريح. بعد ما كان في سرير واحد الحمد لله الحمد لله بقى عندي 3 سراير يا جماعة. ربنا يصلح لنا حالنا جميعا ويوسعها علينا ويوسعها على كل محتاج يا رب العالمين. يوسع رزقنا ويوسع رزقكم، قادر يا كريم من حيث لا تحتسبوا. كنت عايزة اصور معاكم التنجيد، بس ما اتحركت بصراحة، لانه كان المنجد كان بينجد في الشارع، فاتحركت بصراحة يعني. حبيت اوريكم. بصوا انا مخزنة التوم، حطيته في كده في الشبكة ديت زي ما انتم شايفين. وعشان ابعده عن الشمس حطيته في المكتب، وقلبت المكتب كده على وشه علشان ما تجيش الشمس عليه عشان ما تبوظهوش. وطبعا بقى ايه حطيت الكنب، او خرجت الكنب بره كده زي ما انتم شايفين. بقيت اخرج من الشباك عشان يبقى اسهل. وبرضو بقيت اشتغل وبقيت ازق، يعني الكنب ده طبعا بيتزق وبيعمل ممكن يدب على الجيران اللي تحت. بقيت اشتغل بالراحة 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 عشان ما حدش يحس، وعلشان ما اعملش دوشة على الناس اللي تحت. الله المستعان. لازم برضو نحس بالجيران، وعشان برضو ما يبقاش في مشاكل، ما حدش يتكلم ولا يقول انتوا بتدبوا وانتوا بتعملوا ايه ولا الكلام ده كله. في هدوء كده ومن سكات وبالراحة بقيت اشتغل بصراحة يعني. والحمد لله الحمد لله عدت بسلام. عشان انا من النوع اللي انا ما بحبش حد من الجيران يتكلم معايا، ولا حد يقول لي انت بتعملي، ولا حد يقول لي انت بتسوي. الحمد لله. علشان ما عكننش عليا وما عكننش فرحتي، بقيت ايه باجي على نفسي شوية، اللي انا اشيل بالراحة انا وحد معايا يعني. ونعمل حالنا في هدوء يعني. وده كان المنظر، وكان خلاص كده يعني كنا قربنا على المغرب. وبصراحة هم ما كانوش اتغدوا، فقلت طبعا غدا على السريع. ملك بنتي ربنا يكرمها يا رب وييسر لها الامتحانات وييسر لها حياتها كلها. لقيتها بقى ايه قلت لها خرطي بصل وخرطي كده عليه فلفل علشان هنعمل شكشوكة. انا ما بحبش احط على الشكشوكة طماطم. في ناس بتحب تعملها بالطماطم، انا بصراحة ولا انا ولا عيالي بنحب عليها طماطم. بيفضلوا ينقوا كده الطماطم ويقولوا لي طعمها ومش طعمها. فايه ما حطيتش طماطم، يا دوبك هو بصل وفلفل حامي وفلفل بارد، وحطيت كده شوية ملح وفلفل وحبة بهارات. وحطيت بقى كمية البيض اللي انا عايزاها، لاننا كلنا كنا يعني كان وقت غدا بصراحة. وحطيت حوالي مش عارفة 8 بيضات او 9 بيضات كده. البيض اليومين دولت رخيص وحلو. البيضة ب5 جنيه كبيرة وحلوة يعني.
وربنا يستر ويسهل يعني كده والحاجة ترخص. يعني الفراخ غالية اليومين دولت، وفيها كمان بيقولوا فيها مشاكل ووباء والكلام ده كله. كده كده احنا ما بنجيبهاش الا كل فين الحمد لله، فناكل البيض بتاعها يعني اسلم واحسن يعني. والفرخة اقول لكم معلومة، يعني الفرخة اللي هي تعبانة ما بتبيضش يا جماعة. الفرخة لو فيها حاجة تعب او وباء ولا اي حاجة ما بتبيضش. فالبيض سليم الحمد لله، ما فيهوش اي مشاكل. الفراخ بس هي اللي فيها مشاكل، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. كملت انا بقى الغدا كده وعلى السريع كده. وملك بنتي الله يكرمها قالت بطاطس وخيار، بس الخيار دوت مش مخلل، لان الخيار المخلل اللي عندي خلص خلصوه والله. وبكده الفيديو يبقى خلص. السلام عليكم.